ليه بنسمع أحيانا اسمنا ومحدش نادانا؟ عمرك كنت قاعد لوحدك في أوضتك في الشارع أو حتى وسط دوشة وفجأة تسمع صوت واضح جدا حد بينادي اسمك؟ تلتفت بسرعة تقول مين؟ مفيش حد ناداك، بس الإحساس كان حقيقي وكأنه اتقال بصوت فعلا. السؤال هنا مش بسيط، ليه بنسمع اسمنا أحيانا ومحدش نادانا؟ هل ده تخيل ولا في تفسير علمي؟ خلينا ندخل جوه الدماغ، لأن الموضوع بيحصل لناس كتير جدا. أول حاجة لازم تعرفها إن السمع مش مجرد ودان بس، السمع عبارة عن تفسير. مخك بياخد إشارات صوتية ناقصة ومشوشة وبعدها يحاول يحولها لمعنى، وفي لحظات معينة المخ يبالغ في التفسير، خصوصا لأن اسمك بالنسبة للمخ أهم كلمة في العالم. اسمك مرتبط بالانتباه، بالخطر، بالمكافأة، بالنجاة. يعني لو حد نادى اسمك ده غالبا معناه ركز، في حاجة مهمة، في خطر، في حد محتاجك. فعشان كده المخ عامل رادار مخصوص لاسمك. وفي تفسير مشهور بيعني إن المخ بيسمع كلام داخل الضوضاء. خلينا نشرح إزاي. زي ما بنشوف وشوش في الضلمة، ممكن برضو نسمع اسمنا في أصوات عادية، مروحة، تكييف، عربية، همسات بعيدة، دوشة ناس. المخ بيلقط نمط بسيط شبه اسمك ويكمله هو، فتسمعه كأنه حقيقي. وفي سبب تاني مهم، لما تكون مرهق أو قلقان أو مش نايم كويس، الجهاز العصبي بيبقى في وضع اسمه يقظة مفرطة، يعني مخك متوقع حاجة وبيفتش عن إشارات، وفي الوضع ده احتمال إنك تسمع اسمك بيزيد، مش لأن في حد لكن لأن المخ مستعد زيادة. وفي لحظات النوم كمان الموضوع بيزيد، قبل ما تنام مباشرة أو أول ما تصحى بيكون المخ في المنطقة الرمادية بين النوم والصحيان، ممكن يطلع أصوات قصيرة جدا. دي مش مشكلة غالبا، دي ظاهرة طبيعية اسمها هلاوس النوم الخفيفة. طيب هل ده خطر؟ في أغلب الحالات لا، لو بيحصل نادرا خصوصا مع تعب أو ضغط، لكن لو متكرر جدا وبطريقة مزعجة ده ممكن يكون مؤشر إنك محتاج راحة وتنظيم ونوم وتهدئة للجهاز العصبي. السؤال الأخير اللي يفضل معاك، لو مخك يقدر يخلق صوت اسمك من الضوضاء، يا ترى كام مرة بيخلق إحساس بالخطر لمجرد إنه مش مرتاح؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. نشوفك الحلقة الجاية.